السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أكد المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله جاهزية المنتخب الوطني للدفاع عن راية المغرب وتشريفها في كأس العالم قطر 2022 والبحث عن التأهل إلى الدور الثاني رغم صعوبة المجموعة السادسة. وفي أول تصريح له بعد العودة للمنتخب المغربي قال حمد الله: هي مشاركة مهمة، اللاعبون والمنتخب سيلعبون في منافسة كبيرة والجميع يعرف قيمة خوض كأس العالم. وحول أجواء التجمع الوطني واستعداد الأسود لخوض المونديال قال حمد الله: الأجواء جيدة واللاعبون جاهزون، سنتعاون فيما بيننا بإذن الله من أجل ظهور بأداء مشرف لبلدنا وقادرون على التأهل رغم صعوبة المجموعة، لكن الأسود لديهم إمكانيات كبيرة وسنقول كلمتنا. وشكلت عودة حمد الله لأحضان المنتخب الوطني المغربي خبرا مفرحا للمشجعين المغاربة الذين طالبوا بمنح اللاعب فرصة أخرى على أمل أن يعطي الإضافة ويفك المشكل الهجومي في منظومة الناخب الوطني وليد الركراكي. إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا بلايك.